السلام عليكم. أرجع وأقول سنة سعيدة يا ربي على الجميع، وإن شاء الله تحقيق الأمنيات للجميع يا ربي، ويقضي كل حوائجكم. بنات اليوم رجعت وياكم بمجموعة فصالات. يعني ما راح أسوي فيديو كله هيك فصالات لأن ممنوع باليوتيوب، بس مجرد صور لازم يكون هناك شغل. فبنات راح يعني فكرة عندي إنه أشتغل لكم، يعني نطلع بصمات، وهمين نطلع شلون نشتغل شغل التطريز أو شغل حياكة أو شغل نمنم. فهاي فكرة يعني إجت ببالي، حابة أسوي لكم إياها. أخلي بصمات وأخلي شغل، قلت لكم يا أما نمنم أو حياكة أو تطريز. وإذا حبيتوا هاي الفكرة كتبولي بالتعليقات وشنو رأيكم، أستمر لو لا. وإن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. هسه بنات هاي طريقة عمل وردة بهذا الشكل. تردونها ناعمة صغيرة، تردون تكبروها. إذا تردين تكبريها فاشتغليها على قلم أو نستخدم بنات العيدان مال الإذان، نفر عليها شلون مثل ما اشتغلتها على الأبرة، فاشتغلوها على القلم أو هذا العيدان قلت لكم أو قصبات. فبعد انتو بس أني أشوف هاي الوردة هيك ناعمة أنزك. هنا هذه الوردة اللي اشتغلتها اللي تشوفوها موجودة قدامكم اشتغلتها ناعمة، يعني ضبيت الخيط على الأبرة. هذه اللي راح اشتغلها شوي راح تكون أكبر منها. بنات تلفون الخيط بهاي الطريقة، نلفه على الأبرة 22 مرة، أعيده على الأبرة هيك ألف عليها بهذا الشكل. فد وردة يعني كلش بسيطة، وتقدرون تدخلونها بهواي فصالات. الشغل الدشاديش تخلون وياها ورق، تخلون وياها يعني شلون سلسلة تسووها، بعد انتو تقدرون تتفننون بيها. وإن شاء الله قريبا همين أنزل لكم بعد فصالات عليها. البنات اعذروني، أنا هاي الفترة ما جاي أنزل بكثرة نفس الفترة السابقة. تعرفون مدارس وعندي أطفالي بالدوام، وأنا همين عندي دوام، فيعني صعب ألقى وقت فراغ إنه أشتغل بيه وأنزل بيه للقناة. فأرجو أن تعذروني، وإن شاء الله كل ما نصير عندي فرصة أحاول أقرب وقت إنه أنزل لكم فصالات أكثر. وأعتذر من البنات اللي طلبوا مني أشياء وما قدرت أسويها خلال هاي الفترة. وأكيد كل الأمهات محتارات بالتدريس، وكلهم نفس حالتي، شغل البيت والتدريس فشي صعب. إن شاء الله الله يكون بعون الجميع يا ربي. هسه بنات مثل ما تشوفون قلت لكم نعيدها 22 مرة بهالشكل هذا، إن شاء الله تكون واضحة عليكم. وبنات بنهاية الفيديو همين خليت صور فصالات، مثل ما قلت لكم اليوتيوب ممنوع بيه انه تكون بس صور، مجرد صور، فلازم يكون هناك يعني شغل. حكيت لكم أنا هذا الكلام بداية الفيديو. فاللي حابة هذا المقطع وحابة هاي الفكرة كتبولي بالتعليقات، اضغطولي على اللايكات. بنات اللايك لا تقصرون وياي باللايك، لأن هو يرفع لي الفيديو. إذا بعدك لسه ما مخليه لايك فخلي لايك، ونشروا هذا المقطع بين الأهل والأحباب بين صديقاتكم حتى يوصل أكبر عدد من المشاهدات، وهم يستفادون منه البنات. وإن شاء الله التوفيق للجميع يا رب. هنا هذا الشكل بنات، بعد ما خلصتها أسحب هذه وأظل أعدل بيها، يعني أظل أعدل بالخيط. أقدر أتحكم بيه، تكبرينه تصغرينه حسب ذوقك، فهو يكون سهل التحكم بنات. بهالشكل هذا نقدر نعدله بالأبرة، دائما الأطراف شوية تنسحب أكثر، نقدر نسحبها بالأبرة بهالشكل هذا، نعدلها ونثبتها بعدين. شوفوا بنات، يعني أنا ما راح أطلع لكم بس الشغل الجاهز، لا حتى لا أخطاء أمين أطلع لكم إياها حتى تستفادون من الأخطاء مالتها. بعد ما ثبتيها وعدلتيها تساوينها من كل الاتجاهات، لأن هي راح تكون مرنة تقدرين تتحكمين بيها بنفسك. فثبتين الخيط، ثبتين الخيط من الطرف بهالشكل هذا بنات. إن شاء الله تكون واضحة عليكم. هنا بنات تكون متحركة، تردين تعوفيها متحركة بس هي مو عملية يعني بالشغل وباللبس، فإحنا نثبتها براحتك. تردين تستخدمين هذا الخيط الثخين، أو تردين يعني خيط جهة واحدة عادي، تثبتيها من كل الاتجاهات من أي جهة بعد أنت تتحكمين بالتثبيت مالتها بهالشكل هذا بنات. بعد ما نكمل الوردة نشتغل
الغصن الأخضر، أو قلت لكم حابين تشتغلون بس هاي الوردة بعد حسب الفصال اللي انت تشتغلين بيه. وهاي ترهم لكل أنواع الفصالات وكل أنواع الدشاديش ترهم لها. والخيط همين نقدر نستخدم خيط الصوف، خيط البريسم، هذا الخيط اللي هو خيط التطريز، في أي خيط تقدرين تستخدمينه بهذا الفصال ويرهم على كل أنواع الفصالات. فد وردة حلوة يعني ناسكة تقدري تتحكمين بكبرها وبصغرها. وهنا بنات هذا اللون الأخضر استخدمته من خيوط الصوف، الوردة استخدمتها بخيوط الحياكة، وهذا الغصن الأخضر استخدمته بخيوط الصوف. هنا هاي المشكلة عندك ينعقد الخيط لا تضبينه، فحاولي هيك ترخينه بهالشكل هذا بس ينفتح الخيط. وأتمنى تكون الفكرة واضحة بنات واستفاديتوا من عدها. ونفس ما قلت لكم بنهاية الفيديو هم خليت لكم مجموعة فصالات بالتطريز وشغل البولك همين والنمنم. أتمنى إنه تنال إعجابكم. الحد اللي هنا بنات أنا راح أترككم، بس أريدكم تبقون لنهاية الفيديو ولا تنسون اللايك، واللي ما مشتركة تشترك. أشوفكم على خير بالفيديو الجاي، مع السلامة.